سمك زيت وليمون بس ايه نينجا. هنعمل اسهل طريقة للسمك صحية جدا ومناسبة للدايت. كل اللي هنحتاجه ثوم مفروم، وقلت اسهل على نفسي واستخدمت تتبيلة السمك الجاهزة دي من شيفي. هنحط عليها عصير ليمون وخل وزيت زيتون والصويا صوص. انا عملت معاكم قبل كده تتبيلة السمك من غير الخلطة الجاهزة، هسيب لكم الطريقة في الكومنتات. حضرت صينية نزلت فيها بخضار مشكل اللي موجود عندك واللي بتحبيه، جزر، فلفل، طماطم، ليمون، بصل. هحط عليهم جزء من التتبيلة، وبعد ما غسلت السمكة كويس هبتدي اتبلها بالتتبيلة دي كويس جدا من جوه ومن بره. هحطها على وش الخضار بالشكل ده، وهحط شوية زيت على الوش وهدخلها الفرن. هتخرج رهيبة 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 بالشكل ده، تحفة يا جماعة جدا. قدمتها مع رز والخضار بتاعها، وعملت صبيت في الاير فراير. طعم السمكة بجد رهيب. يا رب الوصفة بتاعتي تكون عجبتكم، يا رب دايما وصفاتي تكون بتعجبكم. لو بتعجبكم وصفاتي اوعوا تنسوا تعملوا لايك والشير والسبسكرايب لو بتتفرجوا على اليوتيوب. ما تنسوش كمان تتابعوني على الانستجرام والتيك توك. الف هنا وشفا، كانت معاكم لميا قمحي.